انت وين رايح؟ المشاية للزيارة. رايح للمشاية؟ خاف عشان مسك لوحك بعلي وتخرب يا بعد قلبي. ما تمشي بقلبي ظل ساعة. بعلي والله العظيم يا روحي. انت وين طلعت نفسك منها؟ خلي بس الكمان. تعال كنت تمشي بقلبي ربع ساعة وتطلع. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شنحكي مثلا شنقول؟ لكن نرفع أصواتنا إلى جهاز الأمن الوطني وإلى وسائل الإعلام في العراق. يعني أقصد المشرفين على وسائل الإعلام أو وزارة الإعلام عموما اللي بالعراق اللي المفروض تراقب مثل هؤلاء. أنت بزيارة ال40 وقاعد تخدم ابتلى بلوى هذا الولد البي لمعة من إجا وقف يمك، يعني خليته موضوع البثك المباشر. وهذا الحكي اللي تشوفوه اللي ما أظن فد يوم قاله صاحب البث قال المرته أبدا. تشوف كلام معسول، كلام كأنه يتغزل بهذا أبو قديله. عيوني أنت بزيارة ال40 زيارة مقدسة، زيارة عظيمة، وقاعد تمارس طقس من أهم طقوس هذا المذهب الشريف، طقس خدمة الزائرين إلى المولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وهاي القضية مو كل واحد يتوفق لها، يراد لها توفيق من الله وتسديد، كن تحمد الله وتشكره ليل ونهار. مو تبث هذا المباشر العفو، تعال امشي بقلبي، تعال امشي بنص قلبي، وتعال لا تلوحك الشمس، وتعال شن هالانحطاط، شنو الانحطاط هذا؟ والدور البث من على رؤوس الاشهاد. لا همتك العوائل العراقيه، لا همتك الزياره، لا همتك الخدمه، لا همتك اي شيء، وتبث لي هذا البث المباشر مع سكوت مطبق، سكوت مريب عن من جهاز الامن الوطني او من الاعلام العراقي، وسائل الاعلام او وزاره الاعلام العراقي، انها يجب ان تحاسب وتراقب مثل هؤلاء لئلا يسيئوا الى اقدس مقدساتنا والى اهم وجهه او واجهه من واجهات هذا المذهب الشريف، مذهب محمد وآل محمد. ولا تنسوني والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.